ربنا لما اتكلم عن الخوف قال لنا ان في مصدر واحد بس للخوف، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني. الايه دي مش بس شاورت على انه الشيطان هو مصدر الخوف، هي وضحت العلاقه ما بين الخوف المتزن والخوف المضطرب. الخوف المتزن هو الخوف من الله، والخوف المضطرب هو الخوف من الشيطان. المعنى من الخوف من الشيطان ان الشيطان دايما هيجي ماسك لك زله، يعني يقول لك انت خدت بالك لو رجعت البيت ما لقيتش العيال ايه اللي هيحصل؟ بس لقاك ايه؟ اتخضيت، مسكها لك بقى وكل شويه يزن عليك. العيال لو ما لقيتهمش هيحصل ايه؟ الولد لو اتخطف، البنت لو جرى لها حاجه، يفضل يلعب معاك باللي انت خايف منه. فالشيطان دايما هيمسك لك زله ويخوفك بيها. بينما الخوف من الله بقى، ربنا بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم نعمل يا رب فليتقوا الله. فكأن الخوف من ربنا هو قمه الطمأنينه. انت خايف من الرحيم، خايف من الرب الاله اللي ضمن لك حياتك وضمن لك رزقك. مش بس كده، ده جعلك خليفه، حطك هنا خليفه. فالخوف من الله هو خوف يجعلك في امان، وده الخوف المتزن. بينما الخوف من الشيطان هو الخوف من العدو، هو خوف اللي ماسك لك زله وبيهددك بيها. خلي بالك.